مرموش شعل فيهم النار، مرموش شعل فيهم النار. يمكن ما تكونش شايف قصة مرموش ملهمة كفاية عشان طلع من ايجيبت مش من نجريج، بس لازم تعترف بالمجهود الجبار اللي عمله في رحلته. تعالى نرجع مع بعض سريعا لبداية مرموش مرورا بنجاحاته وأخيرا وصوله لأقوى دوري في العالم. وهل فعلا هيكون دكة لهالاند ولا المصري اللي اتغلب على أقوى مهاجمين أوروبا؟ ايه الدوري اللي نفسك تلعب فيه؟ دوري انجليزي. يوم 7 فبراير سنة 1999 في الماما أفريكا في جمهورية مصر العربية، وبالتحديد في العاصمة القاهرة، اتولد عمر خالد مرموش للأب المهندس خالد، ومن الأم اللي بالمناسبة مصرية مش كندية خالص. موضوع كندا ده كان مجرد 6 سنين عاشوهم هناك، وعمر زارهم مرتين بس، وطبعا الوقت ده يأهلهم يكونوا مواطنين كنديين، وبينقل الجنسية للابن بشكل تلقائي. بعدها رجعوا للقاهرة واستقروا عشان عمر يقدر يركز في دراسته، وفي نفس الوقت قدموا له في أكاديمية وادي دجلة، وبسرعة ظهرت موهبته وكان دايما اختيار أول للمدربين، وظهوره في مستوى أعلى من زمايله وتسجيله باستمرار صعدوا للفريق الأول في يوليو 2016 عشان يظهر أكتر في الدوري المصري ويبدأ اسمه يرتبط بالأهلي والزمالك. لكن بعد 18 مشاركة بس وتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف بيبان طموحه ورغبته في الاحتراف، وبيخرج من القارة كلها على أوروبا، وبيختار يلعب في الفريق التاني الفولفسبورج الألماني. في الفترة دي تم اختيار مرموش لتمثيل منتخب مصر تحت 20 سنة، وبعد خروجه من مرحلة المجموعات رجع تاني لألمانيا، وفضل مركز في تدريباته واستحمل 2 كاملين لحد ما تصعد للفريق الأول في مايو 2020، وظهر موسمين في البوندسليجا ما قدرش يشارك فيهم غير في 10 مباريات بس، ومستواه الباهت وقتها خلى الإدارة في يناير 21 تخرجوا إعارة لسانت باولي الألماني. وخلال 21 مشاركة قدر يسجل 7 أهداف ويشارك في 2، وفي آخر الموسم مع نهاية الإعارة مرجعش الفولفسبورج في مساره الطبيعي. بالمناسبة دي الفترة اللي اتعرض عليه تمثيل منتخب كندا لكنه رفض واستنى عرض منتخب مصر. المهم في 30 أغسطس 21 راح مرموش على نادي شتوتجارت إعارة لمدة سنة، وهنا بدأت ملامح القصة تتغير لما سجل هدف التعادل في آخر ثواني ضد فرانكفورت، وكمل في مستوى قوي وفاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني بعد سنين من المرمطة والإعارات وصعوبات بسبب اللغة والجو اللي ما كانش متعود عليه. وفي أكتوبر 21 كان تعويض تاني لمجهوده والتدريب في أعلى مستوى لما أصر كروش على ضمه لتمثيل منتخب مصر لأول مرة في حياته بعد استبعاده من الأولمبياد.